يا ترى إيه الإحساس اللي ممكن يمر بيك لما تلاقي نفسك واقف في برج إزاز بيناطح السحاب، ماسك حتة ورقة تمنها ما يجيش حاجة في نظرك، بس هي بالنسبة لصاحب البرج ده تمن دم أبوك. أنا سلمى، بنت بسيطة، طول عمري عايشة في حالي. أبويا كان راجل غلبان، مهندس عبقري بس ملوش في اللف والدوران. أفنى عمره كله شغال عند عيلة رامي الشرقاوي، حوت العقارات والتكنولوجيا في البلد، والاسم اللي بيرعب أي حد في السوق. أبويا فجأة عي بمرض غريب ومات بحسرته وهو بيقول لي إن حقه ضاع. بعد موته بيومين وصلني ظرف من سكرتارية رامي بيه، بفتحه لقيت فيه شيك بمبلغ تافه جدا، كأنه بيدينا صدقة أو بيسكتنا. دمي غلى في عروقي وما حسيتش بنفسي غير وأنا بلبس هدومي وبنزل زي الإعصار على شركته. دخلت الشركة، فخامة ترعب، رخام بيلمع وناس بتمشي كأنها آلات. طلعت الدور الأخير ولقيت نفسي وسط جيش من السكرتاريات، كلهم شكلهم كأنهم طالعين من غلاف مجلة أزياء، بيبصولي بقرف من فوق لتحت عشان لبسي البسيط. بس أنا ما كنتش شايفة قدامي، تجاوزتهم كلهم، زقيت باب مكتبه بكل قوتي واقتحمته. الباب اتخبط في الحيطة ولقيت نفسي قدام راجل قاعد ورا مكتب من خشب الأبانوس، ملامحه مرعبة، عيونه حادة زي الصقر، وبيبصلي ببرود قاتل كأن دخولي ده ولا هز شعره. قربت من المكتب ورميت الشيك في وشه وقلت له بصوت بيترعش من الغضب: أبويا مات، وفلوسك المسمومة دي تشتري بيها ضميرك مش إحنا. لو فاكر إنك هتدوس علينا بفلوسك تبقى غلطان. توقعت يطلب الأمن يرموني بره أو يزعق، بس اللي حصل له كان العكس تماما. قام من مكانه ببطء شديد، راح ناحية الباب وقفل الكالون بالمفتاح. قلبي وقع في رجليا وقرب مني بخطوات هادية خلت أنفاسي تتكتم، لحد ما وقف قدامي وبص في عينيا وقال بصوت فحيح يخوف: أبوكي مات؟ غريبة. على العموم أنا مش بحب حد يرفض لي طلب ولا بحب حد يعلي صوته هنا. انتي من النهاردة سكرتيرتي الخاصة، ومفيش مرواح لبيتك القديم، هتتنقلي تعيشي معايا في القصر بحجة رعاية والدتي المريضة. حاولت أعترض وصرخ بس نظرته خرستني. وافقت، بس من جوايا كنت ببتسم ابتسامة شيطانية. دي فرصتي الذهبية، أنا هدخل جحره وهدمره من جوه بيته. وصلت القصر بالليل، مكان معزول، فخم لدرجة تخنق، وحراسة في كل مكان. خصصولي أوضة بس في ركن ضلمة في الدور التاني. كان في أوضة مقفولة بجنزير وقفل كبير. الأوضة دي كانت بتشدني كأنها بتندهلي. فضولي كتلني، وفي ليلة استنيت القصر كله ينام، جبت حتة حديدة وقدرت أكسر القفل براحة. فتحت الباب وشغلت كشاف موبايلي، ويا ريتني ما دخلت. الحيطان كلها بلا استثناء متغطية بصور ليا وأنا وأبويا، صور وإحنا في البيت، في الشارع، في المستشفى، ومكتوب عليها كلها بخط عريض وبالدم كلمة واحدة: الهدف. اتسمرت مكاني من الرعب، الدم نشف في عروقي. معقولة رامي كان بيراقبنا طول السنين دي؟ هو اللي قتل أبويا؟ ووقتها بس عرفت إن أنا مش الصياد اللي جاي ينتقم، أنا الفريسة اللي دخلت المصيدة برجليها. وفجأة النور نور، لقيت رامي واقف ورايا على الباب. سرحت وكنت هجري، بس ملامحه ما كانتش غاضبة، كان وشه شاحب وتعبان. قفل الباب وراه بسرعة وقال: كنت عارف إن عنادك هيجيبك هنا في يوم. حاولت أضربه وأهرب، بس مسك إيدي بقوة كبيرة وقال بصوت مخنوق: أبوكي مات مقتول يا سلمى، وأنا اللي جبتك هنا عشان أحميكي. الصدمة شلت لساني، سحبني ناحية خزنته في المكتب وطلع ورق أصفر قديم بيثبت الكارثة. أبويا ما كانش مجرد شغال عندهم، أبويا كان شريك في اختراع تكنولوجي خطير جدا مع والد رامي، وعمام رامي هم اللي صفوهم عشان يبيعوا الاختراع لشركات أجنبية. رامي كان بيحاول يبعدنا عشان ما نبقاش في دايرة الخطر، ولما أبويا مات عرف إن عمامه حطوني أنا الهدف الجاي. في اللحظة دي شفت في عيون رامي نظرة حنية وضعف عمري ما تخيلت أشوفها من حوت العقارات المرعب. المسافات بينا قربت، حسيت بأنفاسه وبدأت أحس بمشاعر متلخبطة. نار الانتقام اللي جوايا بدأت تتحول لأمان غريب في وجوده. بس قبل ما انطق بكلمة حصلت الكارثة. جرس إنذار القصر ضرب بصوت مرعب هز الحيطان، النور قطع ورامي سحب سلاحه بسرعة البرق، شدني من إيده وزقني في ممر سري ورا المكتبة. وقبل ما الباب يتقفل علينا سمعنا صوت أقدام تقيلة بتقرب، وصوت ضحكة عمو رامي بترن في القصر وهو بيقول: أخيراً العصافير اتجمعت في قفص واحد. الضلمة في الممر السري كانت خنقة، رامي كان ماسك إيدي بقوة، أنفاسنا سريعة، وضرب النار بره بيهز جدران القصر كأنه زلزال.
فجأة بعد جري في الضلمة لقينا نفسنا محاصرين في الجراج السري تحت الأرض. رجالة عمه كانوا مستنييننا هناك في كل مكان. رامي استخبى ورا عربية مصفحة، بصلي نظرة أخيرة كلها يأس ورجاء، وحط ملف الورق في إيديا وقال: لو حصل لي حاجة الورق ده يوصل للشرطة، دي براءتي وحق أبوكي، أنا مش هسيبهم يلمسوكي طول ما فيا نفس. ما كنتش قادرة أستوعب إن الراجل اللي كرهته بكل ذرة في كيامي واللي جاياله عشان أنتقم منه هو اللي بيفديني بروحه دلوقتي. بدأ الاشتباك. رامي كان بيضرب نار بمهارة مرعبة عشان يغطيني ويهربني، بس وسط الرصاص اللي زي المطر رصاصة غادرة صابته في كتفه، وقع على الأرض والدم غطى قميصه. صرخت بأعلى صوتي والدموع مالية عينيا: رامي! ما حسيتش بنفسي. رميت الورق ومسكت مسدس كان واقع من واحد من الحراس، وبدون أي تفكير أو خوف بدأت أضرب نار بشكل عشوائي ومرعب عشان أحميه وابعدهم عنه. وفي وسط الفوضى والموت اللي كان بيحاوطنا سمعنا صوت سيرينات البوليس. رامي كان مأمن نفسه ومبلغ قوات خاصة من الأول وعامل لهم كمين. البوليس اقتحم المكان والمجرمين استسلموا، وعمه اتقبض عليه متلبس. بعد شهر كامل من الأحداث دي رامي كان لسه رابط كتفه قاعد في مكتبه الفخم، نفس المكتب اللي أول مرة دخلته ورميت في وشه الفلوس. الباب خبط ودخلت عليه، بس المرة دي مش عشان أرمي شيك. حطيت قدامه فنجان قهوة وابتسمت. بدلني الابتسامة وشدني من إيده براحة وقعدني جنبه وبص في عينيا بنظرة كلها حب وقال: أظن العقد بتاع السكرتيرة ده لازم يتلغي ونكتب مكانه عقد قسيمة زواج. ضحكت من قلبي وقلت له: أنا وافقت أكون سكرتيرتك بالغصب، بس موافقتي المرة دي هتكون بمزاجي.